الليمون الايام دي كتير جدا في السوق ومش غالي خالص، سعره مناسب جدا لو انت حابة تخليلي ليمون او تخزني ليمون. فبالنسبة لك دلوقتي فرصة لانه سعر مناسب ومش غالي. انا هنا جبت الليمون، انا منقيه كله اصفر لاني هعمل معاكم الليمون المعصفر بطريقه بسيطه جدا وطريقه جميله، وهنسلقه ومش هيغيب معانا وهناكله بعد 10 ايام. بس اللي اول مره يشوف قناتي انا ايمي، يا ريت تشتركوا عندي في القناه وتشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. انا هنا كان معايا كيلو ونص ليمون، غسلته كويس جدا وكنت معلقه على ميه تغلي. يا دوبك هتبدا تغلي نزلت عليها بالليمون بالمنظر ده. تمام. وهسيب الليمون على النار. اول ما تبتدي المية تغلي منه هسيبه هعد بالظبط في الساعة 5 او 6 دقايق، مش اكتر من كده. احنا بنغلي الليمون عشان نضيع المرارة اللي فيه، مش اكتر من كده. مش عايزينه يستوي بدرجة عالية، احنا عايزين سواء يكون متوسط. تمام. هنا هسيبه كده، بدأت المية تقلب او تاخد غليان معانا. تمام. هسيبه في الوقت ده 6 دقايق بالظبط. طبعا انا ما قطعتوش ولا فتحته ولا اي حاجه، انا حطيته سليم زي ما هو. كل اللي عملته ان انا جبته وغسلته ونزلته في الميه بعد ما بدأت تغلي بالشكل ده كده. هنا كنت بشوف الليمون بدأ يطرى ولا لأ، حسيته ان هو لسه كده خلاص. غلي زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. والليمون هتلاقيه بدأ يفتح سنة كده صغيرة من الجناب. هبدأ اقلبه بقى من فوق لتحت، وابتدي اجيب طبق ارفع الليمون فيه واكون مصفياه تماما من المية السخنة بتاعته. الليمون المعصفر ده ممكن يقعد عندك بالشهور والسنين لو انتي عاملاه صح، وطبعا بيبقى طعمه جميل. واحنا قربنا خلاص، كل سنة وانتم طيبين، داخلين على رمضان، شهرين 3 وخلاص ورمضان هيجي. فاللي حابب يخزن بقى ليمون زيتون حاجات من دي يلا بسرعة عشان ما عادش فيه وقت. الحاجات دي اصلا بدأت خلاص على وشك ان هي تخلص كمان من السوق. هنا خلاص انا رفعت الليمون من المية السخنة زي ما انتوا شفتوا كده، ونزلت عليه بمية ساقعة. وبصراحة انا غيرته اكتر من مرة، مش مرة واحدة بس. يعني ممكن غيرت عليه المية 4 او 5 مرات لغاية ما اتأكدت ان المية بتاعته بردت تماما. هنا بقى هنبتدي نحشيه. معايا هنا عصفر، والعصفر ده بيتباع عند اي عطار. انا جبت ب5 جنيه عصفر، وب5 جنيه حبة البركة. هنزل بالاتنين كده بالشكل ده على بعض، وهقلبهم. وهضيف عليهم كمان معلقتين ملح كبار. هنا نزلت بالملح. ومعايا هنا هريسة شطة. انا هنا كان عندي هريسة شطة حراقة وهريسة شطة عادية. تمام. انتي ليكي حرية الاختيار. ونزلت كمان عليهم بمعلقتين خل. هنبتدي بقى نقلب المكونات دي كلها على بعض بالشكل ده كده. وهننزل كمان عليهم بحوالي من نص ربع كوباية مية. انا عايزة الخلطة دي تطرى معايا، مش عايزاها تبقى سايلة قوي، مجرد بس ان انا هطري الخلطة على قد ما اقدر. هنا نزلت بحوالي معلقتين مية، خدت معايا حوالي ربع كوباية، مش كتير يعني. كده خلاص الخلطة اللي انا عملتها كانت جاهزة ان انا احشي بيها الليمون. تمام. هبتدي بقى اجيب بولة فاضية، واجيب الليمون، لان احنا طبعا متفقين ان الليمون كان مسلوق بحاله، يعني مش متقطع. والليمون المعصفر بيتقطع 4 قطع. طبعا بعد ما كان برد تماما، مش وهو سخن. بدأت افتحه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده 4 قطع. وما بحاولش انزل بالسكينة لتحت خالص، بسيب الجزء اللي تحت مقفول زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا اي جزء من الليمون اللي احنا بنعمله ده المية بتاعته هتنزل منه، هنحتاجها تاني بدل ما نحتاج عصير ليمون. ابتديت بقى هنا احشي. بحط جزء صغير خالص من الخلطة اللي انا عملتها دي،
وابتدي ارصها في البرطمان. طبعا كل ما بترصيها في البرطمان بتاخد معاكي كمية اكبر، عكس ما بتحطيها بطريقة عشوائية. تمام كده. هكمل بقى الكمية واقول لكم انا هعمل ايه في اول جزء انا عملته. معايا هنا قرون فلفلة انا مقطعاها، والفلفلة دي كانت حامية. انتي ممكن حابة تحطيها، حابة مش حابة، دي اختياري. انا حطيتها في النص كده وكملت بقية البرطمان زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. المية دي كانت كوبايتين مية على عصير الليمون اللي نزل من تقطيع الليمون. تمام. وبقية الخلطة اللي اتبقت من العصفر وحبة البركة، حطيت عليهم 3 معالق ملح ودوبتهم ونزلت بالشكل ده على البرطمان. طبعا الكوبايتين مكفوش، انا زودت تاني كوباية مية بمعلقة ملح. اهم شيء ان احنا نغطي الليمون بالمية، ما نسيبش منه اي حاجة باقية. وبعد كده نزلت بفنجان زيت صغير، وهقفل البرطمان. وتتأكدي ان انت تكوني قافلاه كويس جدا عشان ما يدخلوش هوا. بعد كده بقى ابتديت ان انا اقلبه عشان الزيت اللي فوق ينزل تحت والخلطة كلها تندمج ببعضها زي ما انتوا شايفين كده. وده شكل البرطمان في الاخر. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتشجعوني.